بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. النهاردة هنتكلم عن أهم الاتيكيت اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقوم به في شهر رمضان. بداية كان دايما بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا بالإفطار. يعني احنا مطلوب مننا دايما ان احنا بمجرد ما نسمع أذان المغرب ان احنا نفطر على طول. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال تأخير السحور، لأن في تأخير السحور في بركة. ففي ناس كتيرة قوي ممكن تتعشى وتنام وبعدين تكمل تاني يوم وهي صايمة. ما تحرمش نفسك من الدعاء، لأن في صلاة الفجر وفي قبلها دعاء، فلازم نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان من آداب الرسول ان احنا نفطر على رطب أو بلح، لأن عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يفطر على رطبات، فإن لم يجد فيفطر على تمرات، فإن لم تكن تمرات فحسى حسوات من الماء. في حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم من أفطر على تمر فإن لم يجد فبشربة ماء. ممكن ناخد تمرة أو 3 أو 4، لازم نراعي الوتر في تناول التمر أو نشرب مية. وأكيد احنا في رمضان بنتهزم عند ناس كتير جدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة معزوم عند سعد ابن معاذ وقال دعاء جميل جدا. يا ريت احنا لما نروح عند أي حد نبتدي ان احنا نقول هذا الدعاء لأصحاب الدعوة: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ونفتكر برضو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان دعوة للصائم عند فطره دعوة لا ترد ابدا، فاكثروا من الاستغفار. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنعود مع حضراتكم مرة تانية وبنرحب بضيفتنا